يدخن 3 و4 و5 و6 مرات خلاص الجسم يقول طيب تبغى هذه السموم خلاص بلاها دفاع عن النفس. أنا سويت اللي علي في البداية وحميتك ولكنك لم تستمع. ماذا يحصل لجسم الإنسان من البلوى دي؟ هنعتبر هذه رئة الإنسان، والرئة هذه حتدخن 20 باكت سجاير، فاللي بدخن باكت في اليوم فهذا حيكون محصول تقريبا 20 يوم تدخين. وحنوريكم الناتج النهائي لهذه الرئة بعد ما تدخن 20 باكت سجاير. طيب احنا لسه ثالث سيجارة، شوفوا ايش صار في الرئة، خلاص حتى صارت القزاز اصلا ما هو شفاف، ما هو باين اللي جوا. سيجارة رقم 100، المويه صارت صفرة. طبعا شوفوا هذه كيف سودت. ثاني موتور 200 سيجارة، يعني تدخين 10 ايام فقط. طبعا لاحظوا معلش، شوفوا البطء الشديد في سحب السجائر. لو تفتكروا في الأول حقة الشفط كيف كانت لما كان الماكينة لسه في شبابها وعنفوانها، هذا 3 أضعاف البطء. وهذه تاني موتور، يعني هذه تاني رئة، يعني كأنه رئتك خربت وقررت أنك تجيب رئة تانية. طيب شوفوا ده الآن، هذا الموية المعفنة دي بنحطها هنا ونغليها علشان نطلع الخلاصة. هذه خلاصة اللي دخلته في صدرك بعد فقط 15 يوم تدخين. فتخيل اللي بدخن سنين، اللي بدخن صار له 15 20 30 سنة، ايش وضع صدره بالضبط. لو نطقت أعضاء اللي داخل الجسد لاشتكت وبكت وصرخت. هنشوف ايش بيحصل جوا الجسد. فين؟ في كفى لمكافحة التدخين. أهلا وسهلا. هذا بالنسبة رئتين حقيقية لغير مدخن، رئة حقيقية لمدخن. طبعا اللون الداكن هذا اللي هنا سببه الأساسي هو مادة القطران. هذا القطران تجمع هنا لشخص يدخن 10 سجائر يوميا لمدة سنة. وهذا القطران هو فعلا اللي بتسوي فيه الأسفلت ولا نعم. تشابه أسماء؟ لا هو تار نفسه 100%. مو تشابه أسماء. لا 100% هو. معلش لاحظوا الفرق بين التنفس حتى، يعني احنا ما بنتكلم بس على اللون ولا الحجم. شوف فرق الحركة بين طبعا هذا بياخذ الأكسجين بكمية أكبر، هذا بياخذ بكمية أقل. هذا يحتفظ بالأكسجين فترة أطول لو تلاحظ، هذا يطلع الأكسجين بسرعة. أستراليا تعتبر من الدول الرائدة في موضوع محاربة التدخين. اللي سووه مؤخرا من سنة تقريبا، انظروا ماذا فعلوا في الباكيتات حقت السجاير. طبعا هذه معروفة في كذا دولة بيحطوا صور مقززة، ولكن اللي سووه زيادة حتلاحظوا في أستراليا أنهم منعوا الشركات أنهم يضعوا الماركة حقتهم على العلب. وحدوا أشكال العلب، يعني أنا هذه العلب اللي أنا ماسكها الآن ل3 شركات مختلفة. هذه أشهر شركة سجاير في العالم، أشهر شركة، ما هو معروف هي إيش. زيها زي غيرك، زيك زي غيرك، كله بني كده، لون غامق كئيب، صور كئيبة. ما هي أقل دولة اليوم في التدخين من القرن 21؟ من ضمن الدول أمريكا، من أقل الدول تدخينا في داخل أمريكا. تخيلوا أمريكا عام 1950، الناس اللي بتتفرج على التلفزيون، لو الواحد كده فاتح ومشغل ريموت وقاعد يتفرج على التلفزيون، ممكن في وسط كده مشاهدته لإحدى البرامج يشوف إعلان زي ده. وتخيلوا هذا الإعلان اللي متسوى من وسط عيادة. Good tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" فمن كان يتخيل هذا المنظر في أمريكا في التلفزيون العادي اللي بيشوفوه الناس كل يوم؟ ومين كان يتخيل أنه ممكن في أمريكا الدكتور هو الذي يروج وهو الذي يعلن للسجائر؟ هذا الجهل اللي كان موجود في أمريكا من يعني 40 ولا 50 سنة، واليوم تحولت أمريكا إلى أكبر المحاربين للتدخين في داخل أراضيها. شركات التدخين بتسوي فلوسها من فين؟ مو من بلاد العالم الأول، ما بتسوي فلوسها من أمريكا. أغلب الأرباح لهذه الشركات جاية من بلاد العالم الثالث، اللي لسه مع الأسف فكرة التدخين
ومساوئ التدخين لم تصبح ثقافة كما أصبحت اليوم في أمريكا. فكما تغيرت أمريكا من هذا الحال اللي شفناه أنه حتى دكتور يدخن إلى اللي وصلوا إليه اليوم، هذا يعطي أمل أنه العالم العربي ممكن يتحرك ويصل إلى هذا وأحسن. لذلك هم عندهم هدف، ونيوزيلندا أيضا عندهم هدف أنه بحلول عام 2025-2030 تصبح الدولة بالكامل سموك فري. سموك فري ما فيها تدخين أبدا. يعني مش بس أنه والله ممنوع في المطاعم، ممنوع في المناطق المغلقة، يمنع من الدولة تماما استيراده أصلا، يصبح منتج ممنوع بحلول عام 2025. وحاطين إعلانات، يعني نيوزيلندا عندها إعلانات من الآن بدأت توعي الناس بهذا الهدف. تخيلوا. And we need your help to achieve our goal and lead the way to change. Let's be proud to be Kiwis. Let's make New Zealand smoke free. 13 سنة عشت في هذا، والحمد لله أقلعت سنة 2000. وأقترح على من يريد أن يقلع أنه يقرأ كتاب Awaken the Giant Within أو أيقظ قواك الخفية. هذا كتاب عام يتحدث عن تطوير الذات. هذا الكتاب هو السبب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أني أقلعت. أقترح عليكم أن تقرأوه، والمثال اللي أضربه لكم يعطي أمل أنه أي أحد ممكن يقلع. المضار اللي بيسببها التدخين على الجسم كبيرة جدا، وكل ما طال مدة التدخين كل ما طالت مدة تعافي الجسم من آثار التدخين. ولكن بالمتوسط إذا أقلع الإنسان عن التدخين أول 20 دقيقة تعود دقات القلب إلى المستوى الطبيعي. بعد 8 ساعات يتخلص الجسم من فائض ثاني أكسيد الكربون. بعد أسبوع تستعيد حاسة التذوق والشم. بعد 3 أشهر تعود الرئة لعملها الطبيعي. وبعد 10 سنوات، تخيلوا تحتاج 10 سنوات حتى تقل نسبة احتمال إصابتك بالسرطان والعياذ بالله 50%، وحتى يصبح احتمال إصابتك بالسكري مساوي لغير المدخن. ولكن هذا بعد كم؟ بعد 10 سنوات من الإقلاع. فبالتالي كل ما الواحد أقلع أبكر كل ما كان أحسن، وكل ما أعطى لنفسه فرصة ولجسده فرصة أنه يتعافى. السيجارة هذه الواحد يدخنها ولا يفكر جاءت من فين؟ في يعني حقول مليئة بالأطفال، هذه حقول التبغ.